السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير وسعادة وهنا. معاكم مطبخ ام جوجو الشرقوية. النهاردة هعمل معاكم طبق البامية الجميل ده بكل خطواته وتكاته ان شاء الله. هتطلع معاكم احلى طبق بامية، بس جربوا طريقتي وامشوا معايا بالخطوات واحدة واحدة. هيطلع معاكم احلى طبق بامية. طبعا انا بدوق دلوقتي قدامكم البامية واوريكم ازاي هي دايبة جدا ومستوية وجميلة. وانتوا شايفين طبعا الصلصة بتاعتها مظبوطة جدا ازاي. زي ما انا قلتلكوا اهم حاجة امشوا معايا بالخطوات وان شاء الله هتعملوها هتبقى جميلة جدا. طبعا دي طريقة والدتي وطريقة جدتي، افضل طريقة للبامية. وانتوا عارفين طبعا ان البامية كلنا بنحبها، مفيش حد ما يحبهاش. وكمان لما بتبات معاك لتاني يوم بتبقى طعمها احسن كمان من اول يوم عملتيها فيه، بتبقى جميلة جدا. احنا بقى دلوقتي في موسم البامية. يلا بقى هاتوا البامية يلا وجربوها بطريقتي، وان شاء الله هتثبتوا على الطريقة دي، مش هتعملوها بأي طريقة تانية. طبعا اول تكاية كده بنغسل البامية قبل ما نقمعها. يعني البامية بتتغسل قبل ما تتقمع علشان لما بتغسليها بعد ما تقمعيها بيبقى فيها مزلقة كده مش لطيفة خالص. فانتي بتغسليها وتسيبيها تتصفى خالص، وبعدين تبدأي تقمعيها بقى تطلع معاكي جميلة جدا، مفيهاش مزلقة ولا اي حاجة، وبتطلع معاكي بجد جميلة خالص. علشان في ناس بتتضايق لما بتيجي المزلقة اللي بتبقى موجودة فيها مش لطيفة دي ما تبقاش فيها. يعني بتغسليها الأول وتسيبيها تتصفى خالص، وبعد كده تبدأي تقمعيها كده. طبعا بعد ما غسلناها كويس هنسيبها تتصفى خالص، وبعد كده نبدأ نقمعها بقى. كده حبايبي انا بوريكم طريقة التقميع بتاعتها. بتشيلي الحتة اللي فوق كده بالسكينة، وبعدين تشيلي حتة صغيرة من تحت وتشقيها شقة صغيرة. لو البامية بتاعتك صغيرة خالص بتشيلي القنبعة اللي فوق دي وتشيلي حتة من تحت وتسيبيها زي ما هي، ما بتشقهاش. انما لو كبيرة شوية بتبدأي تشقيها كده. دي الطريقة الصح لتقميع البامية. كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي، الكبيرة بشقها شقة صغيرة كده، والصغيرة هسيبها زي ما هي. طبعا كلكم شاطرين طبعا وبتعرفوا تعملوها، بس انا يعني لو في حد مبتدئ داخل المطبخ جديد او كده بوريله الطريقة، علشان بس ابقى وريتكم طريقة البامية من الاول للاخر. كده حبايبي زي ما انتم شايفين، حبيت اقرب لكم الكاميرا كده علشان برضو تشوفوها اكتر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. طبعا زي ما قلت لكم دي طريقة مامتي ربنا يديها الصحة وجدتي. الطريقة دي جميلة جدا، بتطلع البامية معاكي صلصتها تقيلة وحلوة. وكمان بتطلع جميلة معاكي جدا وطعمها حلو. ممكن كمان بعد ما تخلصيها، يعني بعد ما تسويها بالطريقة بتاعتي، ممكن تحطيها في طاجن وتحطيها في الفرن يبقى طاجن بامية تحفة. والطريقة دي كمان بتطلع البامية معاكي مستوية، بس مش مهرية، يعني مستوية سوا مظبوط، وبتطلع جميلة جدا بجد. ان شاء الله هتجربوا الطريقة دي وهتعمليها بيها دايما، وهتنسي اي طريقة تانية كنت بتعملي بيها البامية قبل كده. يلا بينا يا حبايب قلبي بقى نشوف هنعمل ايه. هنا معايا الطماطم، معايا معلقة ملح، معلقة فلفل احمر او بابريكا، معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة بهارات، ومكعب مرقة، ومعايا كمان بصلاية وكام فص توم كده زي ما انتم شايفين. طبعا البهارات دي عبارة عن حبهان، ورق لوري، جوز الطيب، قرفة. يلا بقى هنشوف هنعمل ايه تاني. دلوقتي انا حطيت حلة على النار، حطيت فيها شوية زيت، وهحط كمان معلقة سمنة بلدي. يا ريت كمان تتابعوا الفيديو للاخر علشان كمان هقول لكم الطريقة المظبوطة لتخزين البامية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي هحط كمان معلقة سمنة بلدي زي ما قلت لكم. طبعا السمنة البلدي بتفرق في الريحة جدا والطعم. دي بقى نهد، ده كده نهد. ده يعني حاجة اختياري، حابة تحطيها بتحطيها، مش حابة براحتك. بس احنا بنحب نحطها علشان بتدي طعم زيادة للبامية بتاعتنا، وبتخلي طعمها وريحتها حلوة جدا. يعني بتدي نكهة زيادة للبامية بتاعتنا. بس انتي لو ما بتحبيش النهد او يكون دسم عليكي او كده ما تحطوهوش، بس احنا بنحبه في البامية. كده ببدأ اقطعه قطع صغيرة كده مع السمنة البلدي والزيت.
هشوحه بس تشويحة كده. طبعا انا لسه ما حطيتش السمنة البلدي، لسه هحط معلقة سمنة بلدي كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اشوحه. بسم الله الرحمن الرحيم. هوريكم شكله برضو بعد ما اشوحه. بسم الله. كده حبايبي بدأ يتشوح معايا كده. طبعا لما بتبدأي تشوحي كده بتبدأ ريحته تطلع معاكي. لو ما بتحبيش النهد ما تحطيش، بس صدقيني جربيها بالطريقة دي بالظبط مع كل المكونات دي، هتفرق معاكي في الطعم، هتخلي طعم البامية معاكي في حتة تانية خالص. قطعت البصلاية كده، ببدأ اقطعها قطع صغيرة كده زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا طول ما احنا في المطبخ بقى يعني نقول الأذكار، نقرأ قرآن كده، علشان كمان واحنا بنعمل الأكل كده يطلع الأكل معانا زي السكر كده. وكمان بناخد حسنات بقى واحنا واقفين برضو، نذكر الله كده علشان برضو يبقى ناخد حسنات كده واحنا واقفين في المطبخ وكده. ربنا يحسن ما بين ايدك ويا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بعد ما قطعت البصلاية يا حبايبي هشوحها برضو شوية كده مع السمنة البلدي والحاجات اللي احنا ضفناها. يا دوب تبقى ذهبية كده، يعني تاخد لون ذهبي، ما تحمرش مننا قوي. ولسه كمان هدق التوم واحطه كمان مع البصلاية كده يا حبايبي. انا دقيت التوم كده زي ما انتم شايفين، ببدأ برضه احطه. وبرضه ما نسيبش التوم يعني وقت كبير على النار، يعني نقلبه تقليبتين برضه يا دوب يبقى لونه ذهبي كده، ونبدأ ننزل بصلصة الطماطم علشان التوم بتاعنا ما يتحرقش معانا. كده ببدأ اقلب كده زي ما انتم شايفين. وهنزل بقى بالطماطم زي ما انا قلت لكم. طبعا انا قطعتها وغسلتها كويس الاول وقطعتها وفرمتها في الخلاط. هبدأ انزل كده بيها واسيبها بقى تتسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا حبيبة قلبي لو كنت وصلتي لغاية هنا وكنتي اول مرة تشوفي قناتي، ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. كده ببدأ انزل بالتوابل اللي انا قلت لكم عليها، الفلفل الاحمر او البابريكا والملح والفلفل الاسود ومكعب المرقة. وفي الاول ما تحدقيش الصلصة بتاعتك قوي، يعني تحطي معلقة ملح صغيرة خالص. وبعد كده لو عايزة ملح بتزودي علشان ما تبقاش بس البامية معاكي حادقة مش هتبقى كويسة. كده البامية شايفين ولا فيها مزلقة ولا فيها اي حاجة، وتبقى موجودة فيها كده. قطعت بقى كام قرن فلفل احمر كده قطع صغيرة، برضو بيدي البامية ريحة وطعم جميلة جدا. هنشوف الطماطم بقى بتاعتنا اتسبكت ولا لأ. شايفين الصلصة بتاعتنا اتسبكت وبقت لونها تحفة ازاي وتقيلة ازاي. لازم توصل للقوام ده علشان تبقى كده اتسبكت وتبقى حلوة معايا. هنزل بقى بالبامية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هقلبها معايا مع الصلصة دي. بسم الله. هحط كمان الفلفل الأحمر اللي أنا مقطعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين اللون عامل ازاي؟ بجد لونها جميل جدا وريحتها كمان. يا ريت كنت معايا كده وشامين ريحة البامية. بعد ما قلبناها هنسيبها 5 دقايق كده مع الصلصة كده تاخد وتدي مع الصلصة. وبعدين هننزل عليها بكوباية مية. اهم حاجة لما تيجي تعملي اي نوع خضار، لما تيجي تحطي في الاول مع الصلصة، يعني ما تسيبها تتسبك مع الصلصة كويس، بتحطي مية في الاول، ما تحطيش شوربة على طول علشان الصلصة بتاعتك ما تبيضش تبقى فاتحة كده يبقى مش لطيفة. لا، بتحطي المية الاول، لو عوزتي بعد كده شوربة بتحطي، ما عوزتيش ما بتحطيش. انما اهم حاجة بتحطي المية في الاول علشان الصلصة بتاعتك زي ما انا قلتلك تبقى تقيلة كده وحمرة وحلوة، ما تبقاش فاتحة.
كده طبعا بعد ما حطينا مقدار المية هنسيبها بقى تستوي مع نفسها، بس كل شوية بنقلب علشان ما تلسعش منك من تحت، يعني كل شوية بتقلبيها تقلبتين كده. كده بعد ما قربت تستوي نزلت كده بالشوربة زي ما انتوا شايفين، طبعا ما حطيتش شوربة كتير، هي كبشة مليانة من الشوربة. شايفين كده الصلصة بتاعتي حمرا زي ما هي اهي، ما حصلهاش اي حاجة، وطبعا تسبيكة تقيلة وجميلة جدا، بجد شكلها يفتح النفس كده على الاكل. قولولي بقى ايه رأيكم، تفتح النفس بجد ولا لأ؟ عايزة اعرف رأيكم بجد. كده يا حبايبي بعد ما غرفنا البامية بتاعتنا، وطبعا عملنا جنبها رز وبتنجان مخلل بقى ولا اروع، بجد جميلة جدا صدقوني. جربوا طريقتي في عمايل البامية هتطلع معاكم بجد زي السكر، وهتعجبكم جدا. ربنا يحسن بين ايديكم يا رب، ويا ريت لو جربتوها وعجبتكم ما تنسونيش بقى في بدعوة حلوة، ومستنية بقى تعليقاتكم الجميلة دي اللي طبعا بتشجعني وبتبسطني جدا، ربنا يفرح قلوبكم. دلوقتي كمان هخزن معاكم البامية كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين، يعني عملت معاكم البامية وهنخزنها كمان سوا بالطريقة الصحيحة برضو، علشان مثلا لو فاض منك شوية، يعني لو عملتيه مثلا لو جبتي كمية كبيرة بتبدأي تخزني منها، طبعا مش هنعملها كلها مرة واحدة يعني، هنعمل منها شوية ونخزن منها شوية، طبعا الظروف اللي احنا فيها وكده فلازم الواحد يوفر. حطيت دلوقتي مية على النار هتغلي غلوة، واحط فيها عصرة ليمونة. الليمونة دي فايدتها ايه، ان البامية بتاعتك تفضل خضرة زي ما هي، ومادة حافظة برضو البامية بتاعتنا. طبعا هتغلي غلوة واحدة بس، زي ما انتم شايفين لونها عامل ازاي، بجد لونها اخضر وجميل جدا، وبتفضل معاكي كده حتى بعد ما تطلعيها من الفريزر. هبدأ بقى هي كده هتغلي غلوة واحدة، واسيبها اصفيها خالص كده زي ما انتم شايفين، وهحطها في اكياس واحطها في الفريزر. هتطلعيها في اي وقت تستخدميها هتبقى معاكي طازة زي ما اكون لسه جايباها، طعمها جميل جدا، طبعا طعمها مش بغير خالص. وكده خلصت معاكم الفيديو، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.